اخطاء بتعمليها بتكبر سن بشرتك جدا وتديكي تجاعيد مبكره. اول حاجه واهم حاجه عدم استخدام واقي شمس سواء صيف او شتاء. اعرفي ان العدو الاساسي لبشرتك هو ضوء الشمس وليست الحراره فقط. ففي الشتاء او في الصيف سواء في حراره او مفيش لازم نستخدم حمايه من الشمس عشان نقلل التجاعيد المبكره. اعرفي ان اهم عدوين بتاكليهم بيقللوا مستوى الكولاجين جدا وبالتالي بيقللوا شباب بشرتك: الملح والسكر. فخليكي دايما على درايه بان الملح يبقى قليل جدا والسكر يبقى بسيط جدا ومش على طول. الحاجتين دول هيقللوا مستوى الكولاجين وبالتالي يخلوا فيه تجاعيد مبكره. استخدام الوايبس او المناديل المبلله عشان انظف جلدي او بشرتي دي من الحاجات اللي بتحتوي نسبه عاليه جدا من الكحول وبالتالي بتخلي دايما حاجز البشره بتاعي متضرر. النوم طول النهار والصحيان طول الليل. عايزه اقول لك ان ربنا خلقنا الكولاجين الطبيعي في جلدك بيبتدي يتكون ويزيد في فتره النوم الهادي بالليل اللي هي من بعد الساعه 10 او 9 لحد الساعه 4 او 5 الفجر. الميك اب الرخيص او اللي هو مش براند معروف او شركه معروفه دي اكتر الحاجات اللي بتزود الدهون في بشرتك وبتبوظ حاجز البشره تماما. فاحنا مش هنقدر نحط ميك اب كويس ومعروف يبقى بلاش منه خالص. الميك اب الكتير من الحاجات اللي بتعمل ضرر كبير لحاجز البشره عندنا. اخر حاجه وهي من الحاجات المهمه جدا التدخين. اعرفي ان النيكوتين اللي داخل بيهاجم الكولاجين بطريقه مباشره. فدايما بنشوف المدخنه اكبر من عمرها الحقيقي 10 سنين مثلا. اكتبي لي بقى في الكومنتات بتعملي ايه من الحاجات اللي انا قلت بسبب تجاعيد مبكره اللي بتخلي دايما عمرنا اكبر